تخيل لو قلتلك إن الأهرامات مش مجرد مقابر، دي خريطة للنجوم بتنده على كائنات من السماء. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب مصر القديمة الكهنة ما كانوش مجرد حراس للمعتقدات القديمة، دول كانوا علماء فلك كبار. كانوا بيبصوا للسماء كل ليلة، مش بس عشان يراقبوا النجوم، لكن عشان كانوا مستنيين رسالة من الزوار القدماء اللي جم من بعيد ووعدوا إنهم هيرجعوا تاني. الكهنة دول اكتشفوا سر خطير، سر كان ممكن يغير كل حاجة لو اتعرف. الأهرامات العظيمة بتصميمها الهندسي المعجز ما كانتش مجرد مكان لراحة الملوك الأبدية، لأ، دي كانت أعظم من كده بكتير. كانت محطات إرشاد كونية عملاقة، كل هرم متوجه بدقة ناحية نجم معين، وكل زاوية فيه بتحكي جزء من قصة كونية. الكهنة فهموا إن تصميم الأهرامات هو اللغة الوحيدة اللي ممكن الزوار يفهموها من الفضاء. دي كانت دعوة صريحة، خريطة مرسومة بالحجارة بتقول لهم إحنا هنا مستنيينكم. كانوا بيستخدموا طقوس سرية وكلمات قديمة عشان يفعلوا طاقة الأهرامات. كانوا مؤمنين إن الطاقة دي هتوصل لأبعد نقطة في الكون وهترشد الكائنات اللي جاية من السماء. وفجأة في ليلة من الليالي السماء اتشقت ونزل منها ضوء غريب محدش شاف زيه. الضوء ده نزل تحديداً فوق الهرم الأكبر وكأنه بيرد على النداء القديم. الكهنة عرفوا إن الرسالة وصلت وإن الزوار القدماء على وشك يرجعوا تاني للأرض. النقوش اللي على جدران المعابد السرية ما كانتش بتحكي عن قوة عظيمة وبس، دي كانت بتسجل لقاءات حصلت زمان مع كائنات من نجوم تانية. كانوا بيوصفوا مركبات بتطير من غير أجنحة وكائنات أشكالها مش من عالمنا. السر الأكبر كان إن الأهرامات هي البوابة اللي هترجعهم تاني الأرض. الكهنة كانوا بيجهزوا نفسهم للحظة دي من آلاف السنين، لحظة اللقاء العظيم. كانوا عارفين إن رجوع الزوار القدماء معناه بداية عصر جديد للبشرية كلها، عصر هتتغير فيه كل حاجة عرفناها عن التاريخ وعن أصلنا. لكن هل رجوعهم كان هيكون للخير ولا كان بداية لصراع كوني على أرض مصر؟ النقوش سكتت عند النقطة دي وسابت لنا لغز كبير. هل الأهرامات فعلا كانت خريطة للنجوم عشان ترشد الزوار القدماء للأرض؟ الحقيقة لسه مدفونة في الرمال، مستنية اللي يكشفها. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكوا تاني إن شاء الله.